بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين، أما بعد. أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا لقاء تحت شجرة. معنا في هذا اللقاء الأخ الأستاذ إبراهيم شامي الماجدي، سيشاركني في التقديم وطرح الأسئلة من خلال هذا برنامج لقاء تحت شجرة، مع ضيف قادم إلينا نتعرف عليه الآن. اسمه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذاكر بن شامي الماجدي، جاي من حفر الباطن للتنزه وغرض السلام على الأهل والأخوان والأصدقاء. يسرني في هذه المناسبة السعيدة أن ألتقي بالأخوان الأعزاء. طيب، أهلا وسهلا بالأخ ذاكر القادم إلينا من حفر الباطن. الآن ينتقل السؤال للزميل إبراهيم شامي لطرح ما لديه من أسئلة. تفضل يا أخ إبراهيم. الأخ ذاكر، ما العمل الحالي؟ العمل الحالي عسكري في حفر الباطن. الهواية التنزه والصيد. بالله صحيح؟ برنامجك اليومي؟ والله برنامج اليومي طال عمرك الصباح، طال عمرك الساعة 6 أبرح عند الغنم وأطرح لها الشعير والعلف، ثم أعوش معي جفران، وبعد ذلك أتجه إلى الفطور ونفطر، ثم أصحي لي أخو اسمه محمد أصحيه، ونجلس أنا وياه نسولف ونتكلم في خلق الله. طيب الأخ ذاكر، بالنسبة للوجبات الشعبية عندكم في المنطقة هذه، يعني مثلا وجبة الإفطار، إيش تتناول في الإفطار وأنت رجل قادم من الحفر؟ ماذا تتناول في وجبة الإفطار في الديرة هنا؟ والله نتناول طال عمرك الخمير والسمك والحلبة والبقل، وهذه أحسن وجبة. ووجبة الغداء عادة الرز والتونة والشطة المهروس. وماذا عن العشاء؟ والعشاء والله العشاء صراحة الرز واللحم. ما شاء الله. أتتنا معلومات بأنك تتناول الفصوص بكثرة. نعم الكلام صحيح. أتناول الفصوص بكثرة لغرض التخفيف من الدخان، لأنه سبب أمراض كثيرة. نسأل الله لنا ولإخواننا الشفاء من هذه البلوى. جزاك الله خير. حقيقة أنا كنا نسمع دائما عن مصطلح يعني تشتهر به المنطقة التي توجد بها أنت، وهي القرتوت، أو كما تسمى الكعاتية. يوجد عندكم أكلة اسمها الدويلة، ما أدري لو تعطينا يعني فكرة يعني. نعم صحيح الكلام هذا، أن الدويلة نتناولها من بعد المغرب. نعم، نقوم بنوش الميفا طال عمرك، نجيب الحطب من عند عرج صرور طال عمرك ثم نقوم بوشاء الميفا. نعم، ودويلة، ثم بعد ذلك يعني من بعد العشاء نتناول هذيك الحيسية المردودة بالمرق والخمير واللحم. أعزائي المشاهدين، حقيقة في نهاية هذا البرنامج لا يسعني أنا وزميلي